انا الكاركتر بتاعتي اسمها تيا سامح. تيا دي على طول بتتكلم انجلش، ولا مامتها ولا باباها فاهمينها. هو انت ليه مش زي باقي المامز؟ ابقى كده بقول انك مام. حرام عليكي بقى وعلى طول بتتخانق مع مامتها، بس بتحب باباها اكتر وبتحب اخواتها بس مش قوي. اكتر حاجه صعبه ليا صورتها كانت مشهد لما استاذه رحمه بيغمى عليها. نوع ناس كتير عيطت، وناس كتير زعلت جدا ان يوسف توفى في المسلسل. طبعا يوسف في المسلسل كان حلو جدا، وانا لما عرفت ان انا هعمل الدور انبسطت جدا يعني، وطبعا كنت مبسوط جدا. وبعدها بقى لما التفاعل حصل مع الناس كده، حسيت ان يوسف عمل شغل، او عبد الله يعني يعني اللي هو انا عملت شغل عالي يعني، الناس عرفت وكده. وطبعا في ناس كتير بطلوا اللعبة من بعد المسلسل. يا انت فاكش قلم يا على فكرة مش بالجسم. امال بايه يا كوك؟ عايزه اتكلم معاكي بقى الكواليس ما بينك وما بين رحمه احمد كانت عامله ازاي؟ انت بتتخانقي معايا في المسلسل، ولكن الكواليس كانت عامله ازاي؟ الكواليس احنا ما كناش كده خالص، كنا على طول بنعمل تيك توكس مع بعض وبنهزر. والله المسلسل كان جميل جدا، وانا اتبسطت في الكواليس جدا مع الناس، ناس كويسين جدا ولذاذ. والمسلسل كله يعني كنا اصحاب في بعضنا، ومسلسل كان جميل. الفيديو ده بصراحه انا ما كنتش متخيله انه هيعمل الضجه دي. ايه يا تيا، مش تدخلي اللايف مع مامتك وتيتا؟ ده هيبقى لايف جاحد، واو. وخلي بابي كمان يدخل اللايف وادهم. يا لايف عيلة عشان تعملوا فلوس كتير، والمحشي اللي جاب رجل باباكي وجدك. بس انا بصراحه اتفاجئت ومبسوطه قوي انه عمل الضجه دي، وان الرساله دي وصلت لناس كتيره قوي. انا مش قادره، كل يوم بيعايروني بيها. انا مش عايزه اروح المدرسه دي تاني. طبعا انا رايي وحش جدا مع التنمر، واللي بيتنمروا عايزهم يبطلوا كده، وطبعا دي نصيحه كبيره ان هم يبطلوا. انا كعمر مش متنمر، بس هو زياد كان متنمر حبتين، بس هو الحمد لله يعني ربنا هداه وبقى كويس. الناس اللي بياخدوا التنمر يبقوا اقوياء يعني، يعني ما تحسوش ان انتوا ضعفة قدام اللي بيتنمر عليكم. انت كنت بتلعب لعبه الروبلوكس او العاب الكترونيه قبل كده؟ ما تدينيش مصروف تاني، ولا تخرجني، ولا تجيب لي حاجات حلوه، بس نزل لي اللعبه تاني يا بابا. كنت بلعب لعبه روبلوكس قبل كده بس مسحتها طبعا. يعني انا بقعد كتير على الموبايل، يعني بقعد كتير جدا بقى بالسكرول والتيك توك وانستجرام والحاجات دي. بس بحاول اقلل السكرين تايم بتاعي، ده جول من الجولز اللي انا حاطاها لنفسي، ان انا محتاجه اقلل السكرين تايم، لان التركيز بيضيع وكل حاجه بتضيع يعني بسبب الموبايل، لان احنا بنبقى حاطين تركيزنا في حاجه واحده طول الوقت. بس فبحاول اقلل سكرين تايم، وبقول لكل الناس يعني يا ريت حاولوا تقللوا سكرين تايم على قد ما تقدروا، عشان دي حاجه مهمه جدا. زمان كان كل حياتي التليفون، بس دلوقتي حسيت ان التليفون ده بياخد جزء كبير جدا من حياة الناس، وفي حاجات احسن ممكن نعملها بعيدا عن التليفون. فبقيت بحاول على قد ما اقدر ابعد عنه، بس برضو مضطر امسكه. بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا العب لعب مش لازم استخدم فيها التليفون. ولغايه دلوقتي بلعب لعب الكترونيه تانية، يعني مثلا بلعب فورتنايت، بلعب ماينكرافت وبس. بنقعد دايما نتخانق في رمضان، هي سمبوسك ولا سمبوسه؟ انت شايفه ايه؟ سمبوسه قطعا. سمبوسك طبعا، انا شايفاها سمبوسك جدا. سمبوسك دي صعبه قوي، لا سمبوسه ما بعرفش. بس في شويه من عيلتي بيقولوا لي سمبوسك فنقعد بقى نتجادل، سمبوسه ولا سمبوسك ولا سمبوسه، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. سمبوسة. سمبوسه. انا بالنسبه لي سمبوسه. اكتر شخصيه كرتونيه بتحبيها جدا من شخصيات رمضان؟ بحب بكار وبوجي وطمطم جدا. طمطم بحبها جدا. يا بكار برضو بحبه. هي وبوجي they're such a cute couple كده، cute couple مع بعض، بحبهم قوي. طبعا انا عندي لعبهم في البيت،
مرميين عندي مش بالعب بيهم. عندي في البيت. وكنت وانا صغير كنت انا وبابا بابا كان بيعمل لي الاصوات بتاعتهم وانا اقعد العب بيهم بقى. عايزة أعرف إيه أكتر أغنية بتفكّرِك برمضان؟ رمضان جانا أهلًا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت بأمان. قولوا معانا أهلًا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مفيش كلمة هتقدر توصف قد إيه الكواليس كانت تحفة، وأستاذ ياسر جلال أنا يعني شهادتي فيه مجروحة جدًا. مودي أنا باحبهم جدًا، والتعامل في location يعني كنت حاسة إن أنا باتعامل مع ناس أنا عارفاهم، ناس من أهلي، مش حاسة إن أنا باتعامل مع ناس غريبة. فبصراحة كنت براحتي، وكنت قادرة إن أنا أتأقلم مع الجو بسرعة جدًا. ولا يهمك يا مودي، ركز انت بس. في الحقيقة أنا مش هادية وcute في الحقيقة، يعني أنا باحاول أبقى باينة كده قدّام الناس اللي هو لأ أنا هادية وكده. بس يعني عايزة أقول لِك أنا قدّام الكاميرا باحس إن أنا إنسانة تانية، يعني أول ما بنقول action حاسة اللي هو خلاص ده اتعودنا بقى يعني خلاص، اللي هو هادخل هاعمل الcharacter اللي أنا جاية أأديه، لإن أنا already المفروض إن أنا مذاكرة الcharacter ده ومفروض أبقى in character خلاص أنا action أنا مش أيسر المفروض. ولو ينفع كمان ابقى مطرب مع التمثيل ده يبقى حاجة جميلة جدا يعني. عايز تغنّي مع مين طيب؟ ممكن اغني مع احمد سعد، اصلا بعرف اقلده في الغنى. بخاف مني على الدنيا وبخاف من الدنيا على قلبي. انا مش حابب القسوة ومش حابب كمان طيبتي.